احلى مسا عليكم يا دبابات. النهارده فيديو جديد وسايكل جديده. لو انت متابعني هتلاقيني بنزل سايكل كده من وقت للتاني، يعني عشان تغير في السايكلز. في سؤال كده دايما الناس كتير بتساله، اللي هو أنا المفروض اغير في السايكل كل قد ايه، والمفروض اغيرها اصلا ولا لا؟ ده هيبقى فيديو لوحده مختلف. بس مبدئيا كده يعني حاول كل شهر تغير السايكل معايا، يعني هو 4 مرات 4 اسابيع مختلفه. بعدين غير السايكل اللي بعديها. هتلاقي في سايكلز كتيره موجوده في الشانل عندي، هسيبها لك في الاي اللي فوق في الديسكربشن بوكس تحت. لو عايز قبل ما نبدا السايكل تعرف تسخن ازاي لاي تمرينه، برضه حسبت لك كده فيديوهات التسخين فوق في الديسكربشن بوكس تحت. مبدئيا كده قبل ما نبدا السايكل هفهمك شويه حاجات بسيطه عشان تبقى السايكل بالنسبه لك واضحه. السايكل دي تبقى كويسه جدا لاي حد عنده مشاكل في الفصل بين ايده اليمين والشمال، يعني لو عنده اليمين اقوى من الشمال او الشمال اقوى من اليمين فرق شاسع. السايكل دي تعتمد على السيبريشن، يعني بتعزل كل دراع لوحدها. يعني انت هتفهم كل حاجه في السايكل. بقول لك من غير رغي كتير، يلا بينا نبدأ تمرينة الرجل يا دبابات. البداية هتكون ليج اكستنشن، وزي ما قلت لكم السايكل دي هتكون مركزة اكتر على السيبريشنز، يعني هنفصل كل رجل لوحدها. فبالتالي احنا هنلعب في اول مجموعتين سنجل، يعني هنلعب كل رجل يمين لوحدها شمال لوحدها. نحاول نجيب 20 مثلا عدة في اول مجموعة. هنعمل الكلام ده مجموعتين بس، بعد كده هنلعب مجموعتين دبل، يعني نلعب رجلنا الاتنين. طبعا الدبل هنحاول نجيب فيها اكتر وزن بنلعب بيه. بس كده يبقى احنا كده اتأكدنا ان احنا سخنا الرجل كويس جدا، عشان هنخش على تاني زاوية اللي هي هتبقى الزاوية التقيلة بتاعة التمرين. الزاوية دي هتبقى سوبر سيت على الهاك، هتبقى فرونت هاك سكوات ومعاها سمانة. هنخلي وشنا للجهاز وهنعمل 21 ريبس متقسمين. اول 7 عدات زي ما انت شايف كده هننزل للاخر ونطلع للنص بس. بعد كده تاني 7 عدات هيبقى العكس، يعني ننزل للنص ونطلع للاخر، ننزل للنص ونطلع للاخر. طبعا انت محتاج اصلا تكون في البدايه بتنزل ديب سكوات كويس عشان تعرف تحس ان في نص اصلا تحت. لو انت اصلا نزلتك زي النزله دي في الطبيعي يبقى انت مش هتعرف تعمل الديب سكوات اللي تحت ده، يبقى انت بالنسبه لك هتبقى التمرين كلها زي بعض تقريبا. واخر 7 عدات هيكونوا عندنا الفول سكوات، اللي هي ننزل للاخر ديب واطلع للاخر فوق. وطبعا بعديها على طول هنخش السوبر سيت اللي قلنا عليه، اللي هو سمانة على الهاك. برضو هنخلي بس رجلينا نرجعها ورا على طول، ونعمل نفس التكنيك اللي احنا لسه عاملينه، اللي هو 21 ريبس. برضو 7 عدات نص من تحت، 7 عدات نص من فوق، و7 عدات كامل. يلا بينا على تالت زاوية، هتبقى ليج بريس بس سنجل، رجل واحدة بس، عشان زي ما اتفقنا التمرين دي بتعتمد اعتماد كلي على السيبريشن. احنا نحاول ان احنا نركز على كل رجل لوحدها وكل نص في جسمنا لوحده. ندخل عادي كل رجل لوحدها، نجيب مثلا 10 عدات 15 عدة يمين، 10 عدات او 15 عدة شمال. حاول دايما تبدأ بالرجل الضعيفة بتاعتك عشان تعرف تكنترول الوزن بتاعك بالعدات بتاعتك، عشان لو بدأت بالرجل القوية هتجيب عدات كتير مش هتعرف تجيبها اصلا في الرجل التانية. هندخل دلوقتي على الزاوية الرابعة، هتبقى خلفيات، تبقى ستيف ليج ديد ليفت، بس هنلعبها على السميث. طبعا انا واقف على ستيب خشب زي كده عشان اعرف انزل للاخر اكتر، يعني عامة كل ما تستريتش في زاوية زي دي اكتر هتحس الخلفيات شغالة معاك اكتر، عشان الزاوية دي اصلا هي زاوية ستريتشنج. يعني انت الزاوية دي بتبقى شغلها كله ان انت بتحاول تستريتش الفايبرز بتاعت رجلك الخلفية على قد ما تقدر، عشان تدخل فيها بلاد فلو اكتر، تدخل فيها دم اكتر. فلو هتلعب على سميث زي ما انا بلعب كده لازم هتقف على ستيب عشان تحاول تنزل ديب تحت قبل ما البار يخبط منك. لو هتلعب بدمبل عادي ممكن ساعتها تقف على الارض. الزاوية الخامسة والأخيرة، الزاوية دي أنا عارف إن هي سمعتها وحشة عند الشباب والبنات بتبقى طايرة بيها. الزاوية دي يا جماعة قوية جدا عشان عضلة الجلوتس. عضلة الجلوتس من العضلات المهمة جدا 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 جدا، وهبقى أعمل لها فيديو لوحده. بس العضلة دي هي بتساعدك تقريبا في كل التمارين اللي أنت بتلعبها، وهي اللي بتديك الاستابيليتي وبتخليك دايما عارف توازن الوزن كويس وتعرف تزق الوزن كويس. فالتمرين ده مهم جدا وقوي جدا. حاول تخلي رجلك تحت ركبتك كده على طول، ما تطلعهاش قدام عشان ركبتك ما توجعكش، خليها تحتيك على طول كده. ولما تزق الوزن زق بوسطك للاخر فوق، وحاول في كل عده تسكويز على الجلوتس جامد. الزاويه دي كويسه، الزاويه دي مش عيب، عشان في ناس كتير قوي بتبقى شايفه ان هي عيب، ما ينفعش انك كراجل العب زاويه زي دي. كده نكون خلصنا تمرينة الرجلين. ممكن بعد ما تخلص تطلع على المشايه 10 15 20 دقيقه ماكسيمم، وحاول تخليها دايما فلات، ما تحاولش تجري وما تحاولش ترفع الانكلاين. انت اصلا اوريدي لعبت هاي انتنسيتي ورك اوت تريننج لا زي تمرينة الرجلين، فما تحاولش تأوفر كمان انك تطلع بقى على المشاية تموت نفسك فيها، انك اوريدي جسمك هيبقى تعبان ومش قادر.
نبدأ تمرينة الشست والترايسبس. أول زاوية في الشست هتبقى انكلاين دمبل بريس زي ما انت شايف كده. أول مجموعتين هتثبت دمبل وتلعب بالتاني 5 عدات، بعدين تعكس 5 عدات، بعدين الاتنين مع بعض. ممكن تجيب يا 5 يا 10 عدات على قد ما تقدر. فايدتها انك هتركز على كل ايد لوحدها. ممكن تثبت الدمبل فوق او تثبت الدمبل تحت، مش هتفرق، بس اهم حاجه تكون منشف عضله صدرك. يعني ما يكونش ثبات الدمبل ده على كتفك، لا خليه على عضله الصدر، سكويز عليها، قرص عليها، وخليها دايما متاكتفه معاك. بعد كده هنخش على تالت ورابع مجموعه، نفس الزاويه هي بس هنلعب ايدنا الاتنين مع بعض عادي. وساعتها طبعا هنزود الاوزان على قد ما نقدر، نروح باتقل وزن ممكن نلعب بيه، ونحاول ان احنا نوصل في الفيلير في كل مجموعه فيهم. ويلا بينا على تاني زاوية، هتبقى زاوية سوبر سيت على الكرسي الفلات. هنلعب فلاي في كلوز بريس دمبل، بس التكنيك بتاعها هيكون عدى وعدى. يعني مش هنخلص الفلاي الاول بعدين نلعب البريس، لا هيبقى عدى فلاي في عدى بريس، عدى فلاي في عدى بريس. ده هيضمن لك انك لما توصل للفيلير هتوصل للفيلير في الزاويتين مع بعض. يعني انت لو لعبت فلاي الاول، انت لو جبت 10 12 عده وصلت للفيلير في تمرينه الفلاي نفسها، مش هتبقى عارف تكمل البريس، والعكس صحيح. فعشان نضمن ان احنا نلعب الزاويتين بنفس التكنيك هنلعبها عده في عده على طول. ويلا بينا على الزاويه الثالثه، هنلعب ديكلاين بريس، بس انا لعبتها على الماشين. طبعا لو عندك ماشين للديكلاين هتلعب عليها، انا ما عنديش في الجيم فعشان كده لعبت على الماشين الفلات. طلعت وسطي كله لبره زي ما انت شايف كده، ولعبت بريس عشان اشغل اللور تشست. نكمل وهنقضي على اللور تشست خالص. هنخش برضو ديكلاين بس على الكرسي، وهنلعب دمبل فلايز. هنخلي الكرسي مايل لتحت زي ما انت شايف كده، وهنلعب فلاي بالدمبل عادي خالص. ونحاول ان احنا في كل عده نسكويز على الشست عشان نحس ان اللور تشست هو اللي بيشتغل وبيسترتش معايا، مش كتافي خالص. خلي دايما كوعك مرمي قدام سنه صغيره عشان كتفك ما يلفش منك ويحصل اي اصابات. اخر زاويه هنلعبها في الشست هتبقى انكلاين بار بريس، بس مش هنلعب بيها باوزان تقيله. اولا عشان انت في اخر زاويه خلاص مش هتقدر تلعب باوزان تقيله فيها عشان دي زاويه تقيله اصلا. ثانيا عشان تعرف تركز على عضله صدرك الانكلاين كويس جدا. هنلعب باوزان متوسطه، بس هنخلي التكنيك مختلف شويه، ان احنا هنركز على النيجاتيف. يعني هننزل سلو نيجاتيف، ننزل بطيء زي ما انتم شايفين كده، واطلع عادي في كل عده. هتلاقي نفسك جبت عدات اقل، بس هتلاقي الشست شغال معاك اكتر بكتير. كده الشست تمام. هنبدأ بقى أول زاوية في الترايسبس، هتبقى على الكابلات. هنلعب على الكابل بالفي الضيقة. هحاول ان انا اعمل بنت اوفر زي ما علمتكم في الفيديوهات اللي قبل كده. رجع وسطي كله لورا، وخلي كوعي مرمي لقدام، وخلي دايما السكويزنج ان انا بقرص على الترايسبس لتحت وقدام. محاولش ان انا ارجع كوعي لورا خالص عشان كتفي ما يوجعنيش. دايما الكتف يكون ثابت، بستريتش للاخر وبنزل للاخر تحت. ندخل على تاني زاويه واخر زاويه في الترايسبس واخر زاويه في التمرينه كلها، هتبقى اوفر هيد. هنلعب بالروب. هحط الروب على الكابلات، خليه فوق كتفي على طول. حاول انك تثبت جسمك في الكابل كويس عشان تعرف تقرص على الترايسبس كويس من غير ما تحرك ظهرك. لو بعدت عن الكابل زي ما معظم الناس بتعملها، جسمك مش هيكون ثابت كويس، فهتخلي جسمك دايما بيتمرجح. بس كده خلص، والعب شويه بطن وشكرا. يلا بينا نبدأ تمرينة الظهر. أول زاوية في تمرينة الظهر هتبقى لات بول داون بالهاند ريفرس كلوز، يعني الهاند الضيقة بس المقلوبة. لو الهاند دي مش عندك ممكن تمسك الهاند الستريت أو الزجزاج، تمسكها مقلوب وتلعب بيها نفس القصة كده زي ما أنا بلعب بالظبط. حاول دايما على قد ما تقدر ظهرك يكون مفروض، صدرك يكون فوق لفوق. بالنسبة للمرجحة اللي الناس بتسأل عليها كتير دي، انت ممكن تعملها لو انت واثق مليون في المية انك مش هتخلي ظهرك يتنى وانت بتعمل حركة زي دي. هندخل بعد كده على الزاوية التانية، ودي هتكون زاوية السيبريشن، الزاوية اللي احنا بنفصل بيها الدراع اليمين عن الدراع الشمال. أول مجموعتين هتكون سيبريشن، إيد ثابتة وإيد بنقرص بيها على الظهر وعلى الميدل باك. الإيد الثابتة هتكون فوق، يعني هسحب الوزن لفوق بظهري للآخر لحد ما أحس إن عضلات ظهري شغالة معايا وأثبت. 5 عدات على إيدي اليمين، بعدين أغير العكس 5 عدات على إيدي الشمال على طول، بعدين على طول الاتنين مع بعض ممكن أجيب 10 عدات. هنعمل الكلام ده طبعا مجموعتين، بعد كده المجموعتين اللي بعديهم هيكونوا على طول من غير ثبات، يعني اسحب بايدي الاتنين مع بعض على طول. طبعا السحبه كلها بتكون بالكوع، بسحب كوعي لفوق في ظهري في الاخر، اقفل يعني على السكابيلا على لوح الكتف كده للاخر لحد ما احس ان عضلات ظهري اشتغلت معايا، وانا بنزل احاول استرتش اللات معايا وانا نازل.
تخلي الدمبل كيرفد كده شويه لجوه، يعني ما تخلوش بالطول قوي ما تخلوش بالعرض قوي زي ما انا عامل كده، عشان تعرف تسحب الوزن كويس من غير ما يخبط في رجليك. يلا بينا على الزاويه الثالثه، هتبقى لو رو بس على الكيبل. هنحط الروب بالحبل الاسود على الكابلات من تحت، نرجع خطوتين لورا ونتني روبتنا سنه صغيره ونخلي ظهرنا مفروض على الاخر. نحاول دايما السحبه بتاعتنا تبقى كده عند الريب كيج، عند القفص الصدري كده تحت الصدر على طول. نقرص طبعا بالكوع على الاخر فوق ونسترتش اللات كلها. الزاويه دي ميزتها قوي هتبقى في الاسترتشنج، عشان الكابلات دايما هتسحبك، هيبقى فيه ريزيستنس كويس، فهتحس انك هتشغل لات كويس جدا. في نفس الوقت وانت بتسحب السحبه هتبقى مرنه وسلسه كده على الكتف، مش هتحس باي الم. هندخل على الزاويه الرابعه ودي هتبقى السوبر ست، هتبقى لو رو برضو بس على الماشين. الماشين دي لو مش موجوده عندك ممكن تبدلها بتلعب على الرو ماشين العاديه اللي هي مكنه التأديف العاديه. بس يفضل طبعا الماشين دي عشان التكنيك بتاعها مختلف شويه. دي الروينج بتاعها بيكون من تحت لفوق، فبتشغل الابر باك اكتر، يعني بتشغل ظهرك من فوق اكتر وبتشغل الترابيزيوس كويس جدا معاك. طبعا هي هتبقى سوبر ست 10 عدات في 10 عدات. اول 10 عدات مقلوب ريفرس من النص، تاني 10 عدات هتبقى كلوز. طبعا السحبه دايما تخليها بكوعك عشان تعرف تقرص على ظهرك كويس لفوق. ويلا بينا على اخر زاويه في الظهر، هتبقى سوبر ست على مكنه السيتد رو، مكنه السحب الارضي. هنحط الهاندل ستريت العاديه ونمسك الجريب عادي، نسحب كوعنا جنبنا مرفوعه سنه صغيره بس، والسحبه تبقى في نص البطن بالظبط، يعني فوق السره بالظبط. بعدين على طول سوبر ست هنخش على زاويه القطنيه، هتخلي رجلك ثابته متنيه سنه صغيره وما تسحبش بقى بكوعك، تسحب بظهرك يعني كانك بتلعب ديد ليفت بالبار. بس هنلعبها على مكنه السحب الارضي كده، نقرص على الظهر وننزل تاني. النزله طبعا تبقى للنص بس، ما تنزلش تحت للاخر، مش هيبقى ليها 30 لازمه. كده احنا خلصنا زوايا الظهر. هنخش بقى على زاويتين البايسبس. اول زاويه هتبقى تبادل بالدمبل العادي النورمال خالص، تبادل بالدمبل، سواء عايز تلف ايدك زي ما انا بلفها كده او عايز تخلي الدمبلين جنبك وتلعب على طول، مش هتفرق. اهم حاجه بس تخلي ظهرك ثابت، ودايما التركيز تكون على البايسبس. وتركايه بسيطه بس كده، حاول دايما تخلي الدمبل وانت بتطلع يلف لبره للاخر، ما تخلوش لافف لجوه عشان البايسبس يحصل عليها سكويزنج كويس. ندخل بعد كده على تاني زاويه في البايسبس واخر زاويه في التمرينه كلها. هنلعب سوبر ست على الكابلات بالزجزاج. اول 10 عدات هنلعب بريكالس، يعني هنخلي ايدنا مقلوبه ونخلي كوعنا جنبنا، نطلع للاخر وننزل للاخر منها. بعد كده سوبر ست على طول هنلعب زجزاج ضيق زي ما احنا، بس نخلي كوعنا جنبنا ونطلع للاخر. حاول تخلي دايما كوعك سنه صغيره بس لقدام. دي كانت اخر زاويه في البايسبس واخر زاويه في التمرينه كلها. انا بحب اخلص تمرينه الظهر والعب شويه اوبليكس، يعني عضلات البطن بس من بره، الاكسترنال اوبليكس، وخلاص ما بلعبش بطن، يعني ممكن شويه كارديو كده وشكرا. يلا بينا نبدا تمرينه الكتف يا دبابات. اول زاويه هتبقى دمبل شولدر بريس، هتبقى على كرسي 90 درجه بتاع الكتف. ممكن ننزل الكرسي مش 90 قوي، ننزله درجه واحده بس صغيره. هنلعب اول مجموعتين بالتكنيك اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو الفيل سيبريشن، في الفصل بين الدراع اليمين والشمال. يعني هنثبت دراع فوق والتاني هنعمل 5 عدات يمين 5 عدات شمال والعكس هو اللي ثابت، وبعدين الدمبلين مع بعض ممكن نجيب 10 عدات. بعد كده على طول المجموعتين اللي بعديهم هنخش بالدمبلين مع بعض ونلعب بايدنا الاتنين مع بعض على طول من غير ثبات. نحاول نلعب بوزن تقيل ونحاول نجيب الفيلير، بس ان احنا عداتنا ما تزيدش عن 10 عدات، فبالتالي الوزن يبقى تقيل، مش اللي هو 10 عدات بوزن خفيف يعني. يلا بينا على الزاوية التانية، هتبقى كتف جانبي. الزاوية دي فيها تكنيك شوية صعب، فلو بالنسبة لك الزاوية دي كانت صعبة قوي ومش عارف تلعبها كويس، ممكن تخش رفرفة جانبي بالدمبل عادي وانت قاعد او وانت واقف. بس التكنيك بتاع الزاويه دي كلها لو عايز تجربه، الفكره كلها هتبقى في كوعك، ان كوعك يبقى متني 90 درجه زي ما انت شايف كده، والطلعه والنازله كلها تبقى من مفصل الكتف، يعني مفصل الكوع ثابت متني 90 درجه ثابت، والمفصل بتاع الريست ثابت ما يقعدش يتحرك منك، وكل اللي بيطلع وبينزل هو مفصل كتفك بس. كتفك هو اللي بيطلع الوزن بينزله، عشان دايما الجاذبيه تبقى تسحبك لتحت، ودايما تبقى التركيز كله على الكتف الجانبي. دي زاويه مش محتاجه اوزان تقيله، يعني شوف اوزان الرفرفه الجانبيه بتاعتك اللي بتلعب بيها قد ايه، وتقريبا هتنزل للنص فيها.
بس هي زاويه الريزيستنس بتاعها عالي جدا والتنشن بتاعها عالي، عشان انت جسمك كله تقريبا ايزوليتد، جسمك كله معزول، فانت مش هتبقى محتاج تزود اوزان. عشان كده العزل ده مخلي التركيز على عضله الكتف الجانبي 100%، فانت مش محتاج تزود اوزان اصلا فيه. ندخل بعد كده على الكتف الخلفي، هنلعب فلايز، بس هتبقى جسمك عامل بنت اوفر، يعني موطي كانك بتلعب ظهر بالظبط، نفس البوزيشن بتاع الظهر. هتخلي الدمبل كوعك مرمي لبره، الدمبل لبره، وكل تركيزك هيكون على كوعك ان هو يطلع الوزن كله لبره، يعني ما تسحبش كانك بتلعب ظهر، ما تسحبش، ما تعملش رو، ما تسحبش لفوق، خلي كل التركيز يبقى بتعمل فلاي لبره. الزاويه الرابعه هتبقى زاويه سوبر سيت، كتف جانبي في ترابيس. هنلعب الكتف الجانبي ابرايت رو على السميث، همسك الجريب في مستوى الكتف تقريبا، واحاول السحبه كلها بتاعتي تبقى بكوعي لفوق، ما تحاولش ان انت تودي البار اعلى من كده، يعني خلي البار بس يطلع لحد مستوى صدرك، عشان الفكره كلها ان انت تخلي كوعك يوصل لكتفك. لو كوعك عدى كتفك الموضوع هيبقى مؤلم، ملوش اي 30 لازمه، انك مش هتستفاد اصلا بالعضله في حاجه. الفكره كلها بس ان انا محتاج كوعي يوصل عند مستوى كتفي عشان كتفي الجانبي يشتغل. هخلص 10 12 عده، بعدين هخش على طول على الترابيس، هحط الحبل الروب على الكابلات من تحت والعب ترابيس، يعني اسحب الوزن الترابيسي لفوق من غير ما كوعي يتنى ويتفرد زي ما هو، انا بس بعلب ترابيسي وبنزل بالراحه. وخامس زاويه والاخيره في الكتف والاخيره في التمرينه كلها النهارده هتبقى دمبل بريس انكلاين على الدرجه ال60، الدرجه اللي هي اعلى من الدرجه اللي انت بتلعب بيها في الجست من الاخر، اللي هي بتشغل الابر تشست من فوق خالص. انا بحب اخدها في يوم تمرينه الكتف، عشان العضله دي الجزء ده من الجست بيكون ضعيف عند معظم الناس، وبيحتاج ان هو يتمرن تاني غير يوم الجست. بس كده دبابات تمرينه الكتف كده تكون انتهت، شكرا. يلا بينا نبدا على تمرينه الدراع. تمرينة الدراع ممكن تبدأها البايسبس الأول، ترايسبس الأول، زاوية باي زاوية تراي، مجموعة باي مجموعة تراي، مفيش أي مشكلة. السايكل دي هتبقى الباي لوحدها والتراي لوحدها. طبعا أنا بفضل إن أنا كل أسبوع أسويتش، يعني مرة أبدأ الباي الأول، الأسبوع اللي بعديه أبدأ الترايسبس الأول، عشان دايما الباور في أول التمرينة بيكون أحسن بكتير. فأنت لما تدي الباور في عضلة واحدة كل مرة، العضلة التانية هتتأثر شوية وهتقل معاك. اول زاويه هتبقى معانا في تمرينه البايسبس هتبقى كيرلز على كرسي الارتكاز، البريشر كيرلز. هنثبت جسمنا، هنلعب بايدينا الاثنين زي ما احنا متفقين، نفس السايكل فيها سيبريشن. نثبت اليمين ونلعب بالشمال، نثبت الشمال ونلعب باليمين، بعدين الاثنين مع بعض. دي اول مجموعتين. بعد كده تاني مجموعتين هنلعب على طول سنجل، التكنيك بتاعنا العادي، كل ايد لوحدها، نحاول نوصل للفيلير بوزن تقيل. ويلا بينا على تاني زاوية في البايسبس، هتبقى زاوية سوبر سيت. هنرفع الكرسي 60 درجة، نسند عليه بظهرنا، نثبت جسمنا كويس، خلي كوعك مرمي سنة صغيرة لورا، وخلي دايما الكيرل اللي انت بتعمله، السكويز اللي انت بتعمله وانت كوعك مرمي لورا سنة صغيرة. دي هتشغل لك اللونج هيد اكتر، وهتحس ان هي اللونج هيد شغالة معاك بكفاءة اعلى بكتير. طبعا الاوزان فيها مش المفروض تبقى تقيلة، عشان مش هتعرف تثبت كوعك كده. لو الوزن تقيل هتلاقي كوعك بيترمى معاك لقدام. بعد كده على طول هتقوم تلعب سوبر سيت، دمبل واحد بس تمسكه بايدك الاتنين زي ما انت شايف كده في الفيديو، وتورس عليه لفوق، تخلي كوعك مرمي سنه صغيره لقدام، تخليه ثابت، وتحاول دايما السكويزنج لفوق يكون للاخر. يلا بينا على ثالث زاويه في البايسبس واخر زاويه في البايسبس النهارده، هتبقى على الكابلات. نحط الهاندل ستريت المستقيمه، نمسك من الاخر، نحاول نخلي كوعنا مرمي برضو سنة صغيرة لقدام، ونحاول نورس على البايسبس فوق للآخر. هنبدأ بعد كده أول زاوية في الترايسبس، هناخدها على الكابلات، هنلعب سكال كراشر، هنلعب بالزجزاج الضيق، نمسك الماسكة الضيقة بالزجزاج، ننزل الكود، ننزل الكابلات تحت خالص، وحاول تخلي الكرسي مرفوع سنة صغيرة، بحيث ان انت وانت بتنزل تبقى عندك مدى حركي كامل تحت على الترايسبس، تعرف تستريتش للاخر. هقول لك برضو تريكايه صغيرة جدا، حاول وانت بتلعب ترمي كتفك كله لورا عشان تنزل ورا دماغك على طول، هتعرف تستريتش اكتر، وفي نفس الوقت هتعزل كتفك تماما في الزاوية دي. يلا بينا على تاني زاوية في الترايسبس، هتبقى زاوية السيبريشن اللي احنا متعودين عليها. هنلعب دمبل اكستنشن، هنمسك دمبلين في ايدينا عادي، هنلعب 5 عدات بايدنا اليمين، 5 عدات بايدنا الشمال، بعدين نقفل الدمبلين على بعض زي ما انت شايف كده في الفيديو، ونطلع بالدمبلين مع بعض لفوق كاننا بنلعب دمبل واحد اوفر هيد، بس الدمبل الاتنين هتبقى اصعب شوية، فخلي الاوزان اخف شوية معاك.
طبعا هنعمل الكلام ده مجموعتين، بعد كده المجموعتين التانيين هنلعبهم سنجل عادي، دمبل اكستنشن عادي بوزن تقيل، ونحاول ان احنا نوصل للفيلير فيه. اخر زاويه في الترايسبس النهارده، واخر زاويه في التمرينه كلها، واخر زاويه في السايكل عامه هتبقى ترايسبس بالبور الفلات بتاع الشست، بس هنمسك كلوز جريب، نمسك ايدينا ضيق عند مستوى الكتف كده، ونخلي النزله كلها تحت الشست على طول عند الريب كيج، ونحاول ان احنا نسكويز على الترايسبس في كل عده، نقرص عليها نجيب اخرها خالص. تبقى انت كده خلصت الترايسبس وخلصت البايسبس وخلصت كل تمرينة الدراع عامة. بس كده دبابة، خلص والعب شوية بطن، وعايز تلعب شوية كارديو تمام. متنساش تقولي رأيك في التمرينة ايه وفي السايكل كلها، واحلى مسا عليك يا دبابة.